جاكي شان استغرب جدا لما ابن الباندا افتكر امه. الباندا ما كانتش قادره اصلا ترضعه طبيعي. الباندا الصغير ما اكلش ولا شرب اي حاجه يوم كامل وكان جعان جدا. جات لهم فكره انهم يجيبوا له لبن من ام وحيد القرن. ابن وحيد القرن كان بيرضع من امه. جاكي شان والراجل اللي معاه قالوا نجيب شويه لبن منها. الراجل خد وحيد القرن الصغير بعيد عن امه. جاكي شان طلع ازازه صغيره علشان يملاها لبن، ولكن الموضوع ما كانش سهل. بس لحسن حظهم ام وحيد القرن كانت متعوده تنام وهي بترضع ابنها. جاكي شان ابتدى يقرب منها بهدوء وبيملى الازازه بالحليب، والشخص اللي معاه بيقول اوعى تعمل صوت ما تصحهاش. وفجاه صاحب جاكي شان بص ورا ولقى ان ابو وحيد القرن جاي ناحيتهم. جاكي شان بص وراه بسرعه وشال الازازه اللي فيها اللبن، وبدا هو وصاحبه يجروا. وعلى طول وحيد القرن الاب بيجري وراهم وهم بيجروا باقصى سرعه. جرى شويه وراهم وبعد كده سابهم. وفي الاخر جاكي شان وصاحبه قدروا انهم يرضعوا الباندا الصغير وكمان نام في حضنهم. وقبل بقى ما نبدا حكايه فيلمنا من البدايه ما تنساش تصلي على النبي ويلا بينا. فيلمنا بيبدا مع الاخبار وهي بتعلن عن ظهور دب باندا من سلاله نادره الكل عايز يوصل له. من ساعه ما العالم كله عرف بالخبر الناس بتجري تتسابق مين يخطف الباندا الاول. بعدها نروح لجاكي شان وهو بيصور مشهد اكشن في فيلم جديد، مشهد مليان سيوف وقتال، وفي الاخر بيموت بشكل غير معتاد. بعد ما المشهد بيخلص بيسال المخرج انت شايفني سوبر هيرو ولا ايه علشان اقتل الناس دي كلها لوحدي؟ لكن المخرج بيرد عليه وبيقول له ما انت بطل وبتعمل فيلم ترفيهي، الناس كلها بتحبك، والفتره الجايه عامل لك فيلم رومانسي عن الحب. وفي البريك جاكي بيقعد مع المساعد بتاعه ومدير اعماله وهو بيساله ايه الجديد. المساعد بيقول له ان في دعوات من مهرجانات كتير جدا، ومن ضمنها دعوه من حديقه نوح للحيوانات علشان يتبنى دب باندا. جاكي بيتحمس جدا خصوصا لما بيشوف فيديوهات الباندا وبيوافق على طول. من هنا الاخبار بتعلن ان النجم العالمي جاكي شان هيتبنى الباندا. تاني يوم جاكي بيسافر جنوب افريقيا. هناك بيستقبله مدير الحديقه بيتر وسط جمهور كبير من المعجبين، وبيسلم على الناس بلطف. بيظهر روبوت اسمه توني بيرحب بالجميع، وده بقى هنرجع له بعدين. في نفس الوقت بنشوف هاين مربيه الباندا وهي قاعده بتكتب استقالتها وبتحطها في جيبها، وبتاخد الحليب من توني وتحطه في الثلاجه، وبعدها بتجهز الببرونه وبتدخل اللبن للباندا، لكن مش راضي ينزل من على الشجره ولا راضي ياكل. بتحاول معاه شويه ولما بتزهق بتسيبه وبتخرج. وهي بتشتري ايس كريم بتسال البنات شفتوا جاكي شان النهارده؟ بقى بيقولوا لها ايوه. وفجاه جاكي شان بيجي بنفسه وبيطلب ايس كريم، كلهم بيصرخوا من كتر الفرحه. بيقعد جاكي على جنب وهايم بتقعد معاه وبيتكلموا شويه، فبيعرف انها مربيه الباندا وبياخدها معاه يشوفوه. لكن اول ما بيدخلوا مش بيلاقوه، بينادوا عليه لحد ما بيطلع فجاه وبيمسك رجل جاكي شان، دي علامه حب عنده. جاكي شان بينبسط جدا من حركاته وبيشوفه كيوت ولطيف. في مكان تاني مجموعه مرتزقه بيتقاتلوا في حلبة مصارعه. زعيمهم بيوقفهم وبيسال مين فيكم مستعد يروح حديقه الحيوان. واحد بيرد وبيقول احنا مرتزقه، حديقه حيوان ايه يا عم؟ وباندا ايه؟ الناس هتضحك علينا. ولكن الزعيم بيضحك وبيقول طب ولما يعرفوا اننا هناخد 100 مليون دولار؟ كلهم يفرحوا ويتحمسوا جدا. نفس اليوم اتنين من المرتزقه بيهجموا على حراس الامن في غرفه المراقبه وبيضربوهم جامد جدا وبيفصلوا كمان الكاميرات. ومن هنا بيبدا الاكشن الحقيقي. جاكي شان بيوصل المهرجان وبيتر مدير الحديقه بيرحب بيه قدام الجمهور. جاكي بيقول كلمه، بيقول انه متحمس وانه يتمنى الباندا يعيش بصحه وسلام. مساعد جاكي شان بيروح لهاين المربيه وبيحاول يكلمها لكنها بتمشي. في اللحظه دي المرتزقه بيدخلوا الحديقه متقسمين مجموعات، وتوم قائدهم بيضرب رصاصه في جهاز الروبوت علشان الكل يسمعه ويقول سلموا الباندا وانا هسيبكم تمشوا. جاكي بيطلب من هاين انها تتصل بالشرطه. توم بيتعصب على بيتر مدير الحديقه وبيضربه لحد ما يغمى عليه. وفجاه بيكتشف ان اللي واقف قدامه هو النجم جاكي شان بنفسه، بينبهروا بيه. جاكي شان بيستغل الفرصه وبياخد الباندا وبيديه لهاين وبيطلب منها تهرب بيه، وبيبدا يشتت المرتزقه وبيضحك عليهم بحركاته. توم بيفتكر ان القتال في الافلام مش حقيقي وبيحاول يضربه، ولكن جاكي شان طبعا بيصد ضرباته وبيديله بالقلم على وشه. هاين بتحاول تلاقي طريق للهروب، ولكن العصابه محاصرين المكان. بتستخبى وبتتنقل من مكان للتاني لحد ما بتوصل لقسم الالعاب. هناك بتلاقي شين مستخبي فبيقول لها ادخلي معايا واتصلي بالشرطه، فبترد وبتقول مفيش شبكه انت مش فاهم. جاكي شان وتوم لسه بيتقاتلوا. شين بيلبس لبس باندا وبيحاول يشتت المرتزقه لكنه بينكشف وبيتضرب وبيتاخد. الاكشن بقى بيكمل، جاكي شان وتوم بيكسروا ازاز وبيخربوا المكان. جاكي شان بيهرب الباندا مع هاين وبيوصلوا لشلال، فبيقول لها ارمي نفسك وانا هاجي وراكي، ما عندناش حل تاني. هي بترفض من كتر الخوف فبيضطر يرميها بنفسه وبينط وراها. المرتزقه بيرجعوا شين تاني واللي كان عامل نفسه فاقد الوعي.
لكن في الحقيقة هو كان بيمثل. وأول ما بيفكوا قيوده بيهجم على واحد منهم وبيحاول ياخد البندقية. الباقي بيساعدوه وبيمسكوا المجرم وبيأدبوه. بيتر مسك البندقية وقال لشين يروح يدور على جاكي شان وهو يروح على غرفة التحكم. في الوقت ده جاكي شان وهاين كانوا بيدوروا على الباندا لحد ما لقوه. بس قبل ما بيهربوا العصابة شافوهم وحاصروهم من كل ناحية. واحد فيهم ضرب نار وجاكي شان اتصاب إصابة بسيطة في بقه. أما هاين أخدت الباندا وجريت. جاكي شان فضل في مستودع المعدات بيحاربهم. وهاين طلعت مكان عالي وهي مرعوبة جدا، لكن جاكي شان وصل لها وأنقذها وأخد منها الباندا. وهو نازل المرتزقة قبضوا على هاين ورفعوا عليها السلاح. توم قال له هات الباندا وإلا هقتلها. جاكي سلم الباندا بس بسرعة خطف مسدس من جيب واحد منهم وشدوا مع بعض، والباندا وقعت على سير التعبئة ودخلت كرتونة. هاين بسرعة شالتها وجاكي ضرب توم ضرب جامد جدا ووقعوا هما الاتنين على السير وراحوا في كرتونة برضه. جاكي شان رفع المسدس وهدد المرتزقة فخافوا ورموا السلاح. جاكي شان قال لهاين طيري بيها بسرعة. هي خرجت فعلا. العصابة اكتشفوا ان مسدسه مش حقيقي فهاجموه، لكن كان سبق وضربهم. في نفس اللحظة بيتر دخل غرفة التحكم ووجه السلاح ناحية المجرم اللي قاعد. شين ركب آلة من آلات النقل وهد المكان وأنقذ جاكي شان وهاين في آخر لحظة. جرى بيهم بره. بيتر قدر يرجع الشبكات والكاميرات وشاف كل اللي بيحصل. بدأت مطاردة قوية جدا. الباندا وقعت منهم وطارت في الهواء، لكن جاكي شان لحقها قبل ما يحصل لها حاجة. البنت الشريرة حاولت تضرب شين لكنها بالغلط داست على المحرك. جاكي شان استغل اللحظة وضربها ووقع عربيتهم وجرى ناحية باب الخروج. بعد ما خرجوا بيتر قفل الباب وراهم قبل ما المرتزقة يلحقوا يخرجوا. خرجوا مبسوطين رغم ان المكان مليان حيوانات مفترسة. بعد شوية الباندا جاع. شافوا أنثى وحيد القرن بترضع ابنها. جاكي شان حاول ياخد شوية لبن للباندا، لكن فجأة جوزها جه وكان يوم اسود عليهم حرفيا. في المشهد اللي بعده زعيم العصابة وصل حديقة الحيوان. بيتر طلب من الشباب يخرجوا ويفضل هو لوحده، لكن زعيم العصابة أمر إنهم يفتحوا البوابة. بيتر مسك مج القهوة كبه على لوحة التحكم وولع الجهاز كله. نرجع لجاكي شان وهاين وشين. وصلوا مبنى مظلم في الغابة. شين نام وهو ماسك الباندا. العصابة بدأت تدور عليهم. هاين طلعت تكلم جاكي وقالت له إنها كانت ناوية تستقيل من شغلها علشان أهلها عايزينها تشتغل شغلانة أحسن بفلوس أكتر. بس كل مرة كانت بتحاول تسيب الباندا قلبها بيضعف وما بتعرفش. وفي نص الليل العصابة لقطوهم بالطائرة درون، لكن جاكي شان كسرها بخشبة. رغم كده اتمسكوا واتاخدوا على سفينة العصابة. الزعيم أمر رجالته إنهم يحبسوا هاين وجاكي شان ورمى شين في البحر. هاين لقت الباندا في قفص جنبها. شغلت ساعتها واتصلت بالشرطة. جاكي شان صحى من النوم لقى شين لسه عايش ومعاه 2 من المرتزقة. قالوا له انهم بيحبوه ووروا له كمان رسومات على جسمهم. شين قال لجاكي شان ان لازم يتصرفوا قبل ما السفينة توصل المينا ويجي المشتري. فتنكر جاكي شان وشين في لبس المرتزقة وفضلوا يدوروا على هاين. واخيرا شين لقاها، بس هي افتكرته مرتزق وضربته لحد ما كشف لها وشه. جاكي شان نزل يساعدهم وهاين رمت له الساعة وهو مسكها قبل ما تقع. في اللحظة دي الشرطة وصلت وحاصرت المكان. جاكي شان دخل المشتري الكبير اللي كان هيشتري الباندا. بدأ بينهم قتال عنيف. أثناء القتال الباندا خرج من القفص. جاكي شان ضرب البنت الشريرة ووقعها. بعدين واجه زعيم العصابة وضربه لحد ما الشرطة وصلت وقبضت عليه. وفي الآخر ظهر المشتري الحقيقي، راجل بنته مريضة بسرطان الدم وكانت بتحب تزور الباندا في الحديقة، وأمنيتها الأخيرة إنها تقضي وقت معاه. جاكي شان اتأثر ورجع بسرعة وجاب لها الباندا وخلاها تحتفظ بيه لحد ما تخف. في مشهد النهاية جاكي شان عمل حديقة باندا خاصة وكل الموظفين بقوا شغالين فيها ومن ضمنهم هاين، والفيلم بيخلص على كده. في النهاية رحلة إنقاذ باندا صغيرة على إيد جاكي شان ما كانتش بقى مجرد مغامرة عادية، لكنها كانت رسالة قوية إن حتى أبسط المخلوقات من حقها تعيش في أمان بعيد عن جشع البشر. الفيلم علمنا إن الشجاعة مش في إنك تكسب معركة، لكن في إنك تحمي الضعيف حتى لو خسرت كل حاجة. علمنا كمان إن الطمع ممكن يخلي الإنسان يخسر نفسه قبل ما يخسر غيره، وإن الرحمة هي السلاح الوحيد اللي عمره ما بيصدي أبدا. زي ما جاكي شان حمى الباندا، إحنا كمان لازم نحمي القيم بتاعتنا، لأن أعظم انتصار مش إنك تهزم عدوك، لكن إنك تفضل إنسان وسط عالم مليان وحوش.